تعليق محمد أبو تريكة على هاني سعيد. هاني سعيد اللي بيقول إن الأهلي بيتجامل وإن هم عايزين يأجلوا مباراة سيراميكا زي ما الأهلي اتأجل له قبل كده، حيث علق أبو تريكة وقال: هاني سعيد تقريبا ما يعرفش ان الاهلي في دوري ابطال افريقيا عام 2019 قبل مباراة الذهاب مع ميلودي سان داونز لعب مع الزمالك على استاد برج العرب في اصعب ظروف لارضية ملعب وسط حفر مياه في 30 مارس 2019، وبعدها لعب مع الاتحاد في 2 ابريل 2019 علشان يسافر اطول رحلة لجنوب افريقيا ويلعب ماتش سان داونز يوم 6 ابريل 2019 ويخسر الاهلي بخماسية من سان داونز. وقبل ماتش العودة الاتحاد المصري بيرفض تأجيل ماتش المقصة ونلعب المقصة في الدوري يوم 10 ابريل 2019 وقبل سان داونز ب 48 ساعة ونخرج من البطولة. هاني سعيد نفسه كان ضد التأجيل لما الأهلي كان بيلعب في أفريقيا وكان بيتكلم باللوائح وما بيستدعيش فكرة اللعب باسم مصر. هاني سعيد ناسي ان بيراميدز هو اللي ضغط علشان يأجل نهائي الكاس من 20 مايو ل 5 يونيو علشان بيراميدز ياخد راحة 6 أيام كاملين قبل ما يلعب سان داونز في جنوب أفريقيا، لأن آخر ماتش لعبه كان بتروجيت في 17 مايو، وده كان له دور كبير جدا ان بيراميدز يظهر بدنيا في جنوب افريقيا بالشكل ده وما يحصلش معاه زي الاهلي 2019. ورغم كل ده هقول لك يا عم، انت اول مرة في تاريخك بتلعب نهائي افريقيا وطبيعي تبقى عايز فريقك يريح ويدخل بافضل ظروف، بس السؤال هو اصلا فين امكانية التأجيل؟ ده مش ماتش في نص الدوري، ممكن يتأجل ليك وترجع تلعبه في وقت تاني يسمح. ده ماتش حسم الدوري مرتبط بماتش الاهلي وفاركو اللي هيتلعب في نفس اليوم ونفس التوقيت. ماتشك مع سيراميكا يوم 28 مايو مفيش امكانية للتأجيل لبعد ماتش سان داونز، لان نهائي الكاس 5 يونيو بين بيراميدز والزمالك، واصلا الاهلي مسافر لامريكا يوم 4 يونيو واكيد الاهلي مش بمزاجك، دي ترتيبات بعثة وحجز طيران وفنادق، فطلبك اصلا بعيدا عن المظلومية هو طلب غير قابل للتحقيق.